ازاي يكون سلطان عنده القوة والشجاعة والحكمة دي كلها وفي النهاية يعدم اتنين من أقرب الناس ليه، ابنه وصديق عمره؟ عزيزي المشاهد، أهلا بيك في قصة السلطان سليمان القانوني. في أوائل القرن الستاشر وتحديدا عام 1494 في مدينة طرابزون على البحر الأسود اتربى سليمان جوه القصر العثماني، وتعلم دين وسياسة ولغة وعسكر. من هو صغير بيتم إعداده للحكم، اتعين فيهم على ولايات كتير زي كافا ومانيسا علشان يتدرب على القيادة واتخاذ القرار. سنة 1520 سليمان كان على موعد مع الحكم بعد وفاة والده السلطان سليم الأول، وأصبح سليمان السلطان العاشر في الدولة العثمانية وتاني آل عثمان في الخلافة. وأول قراراته كانت إعادة تنظيم الجيش والمالية وفتح ملفات حملات خارجية لتثبيت هيبة الدولة. في سنة 1521 سيطر على بلغراد اللي هي عاصمة صربيا حاليا، ودي كانت باب مهم للنهر والوسط أوروبا. وبعدها سنة 1522 حاصر رودس وفرسان القديس يوحنا لحد ما استسلموا، وكده أصبحت للعثمانيين سيطرة بحرية قوية في المنطقة. في معركة مهاكس سنة 1526 كانت ضربة قوية للمجر والملكهم لويس الثاني اللي اتقتل في المعركة دي. قدر سليمان يستمر بالزحف نحو انتصارات وفتوحات أكبر وأشمل في وسط أوروبا. استمر سليمان في سعيه وهدفه نحو فتوحات أكبر وأشمل ووصل لفيينا. فيينا ما كانتش لقمة صائغة في إيد سليمان. بالفعل حاول سنة 1529، لكن الجو والأمطار الغزيرة وتعرض كتير من جنوده للمرض ونقص الإمدادات خلاه يتراجع. ولكن بسبب طبيعة سليمان اللي ما بيرضاش أبدا بالاستسلام وبيحاول دايما، حاول تاني سنة 1532، ولكن برضه بسبب التحالفات الأوروبية وقوة الدفاع ما قدرش سليمان على فيينا، وكانت مستعصية كمان عليه. سليمان ما كانش بيفكر بطريقة عسكرية بس، كان رجل دولة وكان سياسي، وعمل اتفاقات كتير مع دول أوروبية في التجارة وتبادل المنافع. قوة العثمانيين أيام حكم سليمان كانت برا وبحرا، وخاصة الأسطول البحري اللي وصل في عهده إلى قوة كبيرة، واللي ساهمت كتير في سيطرته على المنطقة، مش بس في الحرب كمان في التجارة. في الجهة الشرقية تحديدا في بغداد وإيران كان هدف سليمان واضح، هو دخول بغداد وإعادة تبريز للحكم العثماني وحماية الأناضول من أي غزو صفوي إيراني اللي كانت قوة كبيرة في المنطقة ساعتها. سليمان كان مهتم بالعلوم والفنون داخل الدولة العثمانية، وفي عهده لمع سنان المعماري المشهور اللي بنى المساجد والمدارس والمستشفيات، وكانت بتتم الأعمال بشكل يدوي بإمكانيات بسيطة، ولكن يغلبها الطابع المعماري المميز. طيب شخصية سليمان كانت عاملة إيه جوه القصر؟ سليمان كان ليه جارية اسمها هورم أو روكسلانا، جارية أوكرانية دخلت الحرملك للسلطان، وكانت الجارية المفضلة لسليمان، وحبها حب شديد لدرجة انه حررها واتجوزها وخالف القوانين والقواعد المتبعة ساعتها، واصبحت هرم سلطانة، واصبح لها نفوذ وقوة كبيرة في وقت قصير بسبب ذكائها ومكرها، وزادت الصراعات في القصر على ولاية العهد. وكانت الصراعات دي على أشدها مع زوجته الأولى ماهدوران أو جلبهار، اللي كانت أنجبت لسليمان ابنه الأول الأمير مصطفى. وقدرت هرم تقنع سليمان إنه يبعدها عن القصر، وفعلا طلعت ماهدوران مع ابنها الأمير مصطفى اللي تولى حكم مانيسا، وده خلى هرم تشتد قوتها وسيطرتها أكتر على بلاط القصر.
وأنجبت هرم للسلطان أبنائه مريم ومحمد وبيازيد وجهانجير. في عز صعود الدولة العثمانية كان في راجل دولة مهم جدا اسمه إبراهيم باشا. إبراهيم بالرغم إنه كان صديق لسليمان من أيام ما كان أمير، لكن العلاقة دي ما فضلتش للأبد وكان نهايتها لغز كبير. إبراهيم كان أصله يوناني وتربى في القصر العثماني، ووصل للقب الوزير الأعظم في عصر سليمان، يعني أصبح الرجل الثاني في السلطنة العثمانية. إبراهيم كان ذكي وشجاع وشارك في الفتوحات مع الجيش، ولكن مع الوقت قوته بقت بتكبر أكتر، وده اللي خلى سليمان يبدأ يقلب عليه. طبعا السلطانة هرم كان ليها دور كبير في زيادة حدة الخلاف ده، وده اللي خلى سليمان يقدم على إعدامه في النهاية. بالفعل نفذ سليمان إعدامه لصديقه الأول والرجل الثاني في الدولة سنة 1536، وده أظهر جانب تاني من سليمان، جانب سليمان نفسه ما كانش يعرف إنه عنده. في عز قوة سليمان دي وإنه كان شايف نفسه إنه هو لا يقهر، ظهرت حكاية جوه القصر، حكاية ابنه الأمير مصطفى اللي كان قوي وكان محبوب من الجيش ومن الناس، والكل كان شايف إن هو الوريث الأفضل لسليمان بعد موته. بس طبعا بسبب المؤامرات اللي جوه القصر اللي كانت بتقودها السلطانة هرم، اللي كانت بتحاول بكل جهدها إنها تبعد مصطفى عن سكة ولاية العهد، وزرعت الشك في قلب سليمان زي ما عملت في قصة إبراهيم باشا، واللي خلى سليمان يقتنع إن مصطفى أصبح خطر عليه وعلى السلطنة كلها، واللي اكتملت المؤامرة على مصطفى بإقناع سليمان إن الأمير هيتمرد عليه، تحديدا سنة 1553 وأثناء حملة كان بيقودها سليمان على المجر، وده اللي خلى سليمان ينفذ حكم إعدام الأمير مصطفى جوه خيمته الشخصية، بعد ما كان متردد بين حبه لابنه وخوفه على السلطنة وعلى الحكم. ودي كانت نقطة فارقة تانية في حياة سليمان نفسه، اللي بعدها بقى شخص تاني، وفضل 13 سنة الباقيين من عمره كأنه تايه في السلطنة، وزادت المؤامرات والاغتيالات والمكايد والصراعات داخل القصر. وسنة 1566 وهو في 70 من عمره وأثناء حملة خرج فيها للمجر اتوفى سليمان القانوني، السلطان اللي بدأ حكمه بقوة كبيرة وهدف واضح للتوسعة وزيادة قوة الدولة العثمانية في أوروبا. وبسبب حبه الشديد للسلطانة هرم اللي استغلت الحب ده في توجيه سليمان لحاجات ما كانش ممكن يعملها، واللي وصلت بيه انه يعدم صديق عمره وابنه الامير مصطفى. وبكده بتنتهي صفحة مهمة من صفحات التاريخ عن قصة عصر مهم من الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني.